انت عارف ان انت حته طينه ولا ما انتش عارف؟ بس نفخ فيك من روحه عملك جوهره بين الموجودات. انت عارف انت تحمل بين طيات صدرك روح انت اكبر ما في الوجود واكبر من الوجود ان اطعت روحانيتك، واصغر ما في الوجود واصغر موجود ان اطعت شهوتك. فما دمت تسير وراء رغباتك روح مكان ما انت عايز، انما هات روحنا عشان احنا نفخين فيك من روح. عطانا ما عطاناش احنا راضيين، كفايه ان ربنا كفانا شرفا اننا خدام حضراتك وعظيم لرفيع بديع عزة ذاتك. لو أردنا الإعراض عنك ما وجدنا لنا سواك، فكيف بعد ذلك نعرض عنك؟ أنادي يلبيني. حد فيكم قال يا رب ما لقاش ربنا موجود؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الزهر مزدانا، سل الطير والندى، سل كل شيء يسمع التسبيح لله ساريا. لو إذا امتد هذا الليل وامتد سرمدا من غير رب يرجع الصبح ثانيا. أنادي يلبيني، وأدعو يجيبني، وأحتاج مفتقرا يجود لفاقتي. خد يلا أنت بس عليك تقول إيه؟ ألم تر إلى أنت وأنت على أكتاف أمك، بين على دراع أمك كده، ما كان منك إلا أن تناديه بالدمع إلا در لك بحرين من اللبن. الذي كان يصنع بك هذا هو على ربك هين. قل لي كنت بتقول له إيه ساعتها ولا نسيت؟ كانت دموعك بتقول يا رب، بس لما جيت الدنيا اعتمدت على الأب ما اعتمدتش على الرب. خليك مع الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمة؟ ما تقولوا الله. ايوه كده. يقول لك بقى فإن رفع الأستار أسمع ما أرى يسبح بالتوحيد حمدا بخلوتي. خدت بالك المملكة دي عاملة حضرة؟ انت هي حضرة صغيرة هنا، كل ما يتسع مشاهدك فيها تكبر معاك. تطلع بره تلاقي الشجر بيسبح والحجر بيسبح والمية بتسبح، وكل من مسبح في مسبح إلى مسبح، مش كده ولا ايه؟ بيقول فإن رفع الأستار، إن شال الغشاوة عن عين بصيرتي أسمع ما أرى. كل حاجة شوفها الأسمع بتقول ايه؟ يسبح بالتوحيد حمدا في حضرتي. الوجود كله يطوف بك تسبيحا لله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الايه؟ وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. هي الناس بتلحد ليه؟ ما لقوش حد يقول لهم الله، ما لقوش حد يعلمهم يصلوا على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وجعلنا في ولو في العمر مرة لحظة تصحو فيها ضمائرنا وتشهد فيها بصائرنا ونعيش سعود طوالع مشهدي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. حتى اللي مزعلك ده هو من عنده. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. انتوا مش عارفين ان الوجود بيحركوا ربنا؟ ولا متحرك ولا ساكن في الدنيا إلا من أمره. فبقول في القصيدة تفرد في عيني بمشهد عزة فغيب عن حجب الوجود بصيرتي، فقلبي يهواه وروحي تشاهده وسري به يسري ورؤياه غايتي مرادي، ولست أروم غير وداده وبورده ولوجهه وردي وكل شهادتي. أسبحه بالحمد والعجز مظهري
فسبحان مشهود على عن جهالتي. ما أحوط قلوبنا إلى الانتعاش هذه لتنفلت عنا شياطين الهموم المنهالة على قلوبنا. ده لله عز وجل 100 تجلي من تجليات الرحمة، 100 نوع صفة من صفات الرحمة الذاتية، اللي واحدة منهم بس أغرق فيها الموجودات جميعا حتى زهلوا. علم الله أن الدنيا لا تحتمل وأهلها أكثر من واحدة، وأن هذا فيضان حنان ودي إلهي، وأن هذا يكفي أن ترفع الدابة التي لا تعقل حافرها على وليدها خشية أن تصيبه. البهيمة اللي ما بتفهمش لما دخلت في دائرة الرحمة دي بقت ترفع حافرها من على العيل بتاعها لتموت. أيها الناس عودوا إلى رسول الله واغرقوا في تلك الرحمة، وإلا ستتكدر علينا معايشنا. انفلات العالم وإعراض العالمين عن رحمة الله للعالمين ما هو إلا بعد الكوكب قدر أنملة بسيطة عن رحمة حضرة النبي، ما هو إلا إعراض الدنيا عن سيد الدنيا والآخرة، لأن الله جعل الفرج علامة على تبعيته، وجعل النور علامة على اتباعه. من فك الإنسان لحظة عن رسول الله إلا أظلمت عليه الحياة، وإلا كيف كنا نسمع ونفهم ونعي معاني قول الله عز وجل قد جاءكم من الله النور. ده مين؟ ما رأيت الرحمة إلا في المجالس التي يصلى فيها على رسول الله. ما تعلموا الشباب ده الصلاة على النبي عشان ربنا يصلي عليهم يا أولاد، عشان ربنا يصلي عليهم. علم ابنك وبنتك وعيالك واللي رايح واللي جاي وانت راكب حتى المواصلات قول للناس صلوا على النبي. يمكن حتى لما نقول لهم صلوا على النبي فيصلوا على النبي إحراجا، فتنزل الرحمات الربانية على ذلك الكوكب. هذه الأجيال المختطفة، هذا الشباب المختطف، هذه الأجيال المنحسرة المحصورة المقبوض عليها في سجون التواصل الاجتماعي تحت دعوى الحضارة والتحضر والتقدم والرقي وإضاعة الأوقات. بعد ما كنا نشوف الواحد ليل ونهار قاعد ماسك المصحف بقى ليل ونهار ماسك الموبايل. بعد ما كان زمان الشيخ يقول يا ما تسيبش السبحة حتى وانت نايم خليها في ايدك. كانوا الناس زمان بيتكحلوا بالشط عشان ما يناموش خوفا من ان يفوتوا ركعة يفوتوا سجدة. عايزين نسمع ولادنا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بأن لهم النور التام من الله يوم القيامة. عايزين نقول لأولادنا صلوا كتير على النبي. ليه يا ابني؟ لأن الصلاة على النبي بتنزل الرحمة. الصلاة على النبي بتخلي ربنا اللي في ايده ملكوت الوجود يصلي عليك انت وانت في الوجود لا وجود. ده انت جوه الكوكب اللي هو لا يساوي جناحا بعوضة عند ربنا. انت جوه الكوكب ولا حاجة. هو على ربك هين يا ابن آدم. خلقت الشمس من أجلك والبحر من أجلك والمية من أجلك والسماء من أجلك والزرع من أجلك والبهايم من أجلك. أيعجزني رغيف عيش أسوقه إليك؟ معقول يا ابني رغيف العيش بتاعك هو اللي مغلبنا؟ اتخيل لك ان الدنيا ضيقة كده. إذا ضاقت بك الدنيا فاسرع فورا إلى سعة. ولا آدمي ولا إنسان ولا عرش ولا فرش ولا حد لسه شاف حكايتهم لغاية النهاردة. هذه رحمات. لا أقصد 99 إن هم لسه 99 تجلب الرحمة زي ما قلت، إنما 99 نوع بالغ من الرحمة لم يكشف الحق عن نقاب هذه الرحمات لأحد، إنما خزنها وخبأها في سرادقات جلال الذات حيث لا يعلم علمه إلا هو، حيث لا يحاط بذلك العلم إلا بما أراد وبما شاء. فتلك هي الأسرار التي لم يحل إزارها لعارف ولا لولي ولا لنبي مختزلة حتى يزهل الحق بها الخلق يوم يلقونه. وأنزل رحمة واحدة بها تعطف الأم على وليدها، وبها ترفع الدابة قدمها من على وليدها خشية أن تصيبه. ذلك الحنان المودع في الإنسان وبين الكون الوجود والودود اللي عايشينه كلنا من جراء رحمة واحدة. فكيف إذا كشف الرحمن عن إزار الأنوار عن ستار هذه الرحمات؟ ودي واحدة بس. ودي ايه؟ دي واحدة بس. ده اللون اللي سمح بيه الإنسانية تتعايش فيه.
فكيف إذا واجهك بكشف الستار عن 100 من مثل هذا وأعظم، حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا ما عاشه الإنسان في ظل رحمة واحدة، حتى تطلع الشمس من مغربها فيواجهك ب99 زيها. الاكتئاب ده ايه؟ الناس بتروح تشرب مخدرات ليه؟ اوعى تقول بعيد، لا، هو ما لقاش حد يحنو عليه، ما كانش له اسمه حد يحنن قلب النبي عليه. أصله إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت فاكر أن أنت هتروح لربنا بقلبك أنت؟ ما ينفع. قلبك أنت مليان غل ومليان حسد ومليان زعل ومليان نكد. أمال نجيب قلب مين؟ الله الله، القلب السليم حضرة النبي اللي اتقال فيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون نزل به جبريل، والقرآن كان محل تنزلهم في بقى جبريل بينزل على قلبه بس. أكتر كتير من الصلاة عليه. بالناس اللي بتروح تشرب مخدرات دي ايه حكاية يا اخوانا؟ ما حدش دله مع النبي، ما حدش حلق، ما حدش قال لهم يا ولاد صلوا على النبي، لأنهم لو صلوا على النبي كانت نزلت رحمة ربنا في قلوبهم، كان حفظهم ربنا من نفوسهم، كان ربنا كفاهم شر الضيق، لأن الصلاة على النبي من أجل الأذكار ومن أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. صلى عليه. قلبك يطيب إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا ما حللناش الزمان وإحنا بنصلي على النبي يبقى عمر الزمان ما هيحلو. ساعة ما تعرف إن ده من أجل النعم عليك، ساعتها لن تتمالك الدموع التي تناجي الرحمن عجزا عن شكر الديان. وقت ما هل لك في جلوسك طول؟ هل لك عندنا نعمة ترجوها؟ لا، لكننا جئنا لنشهد أن الله اصطفانا بالجلوس في موطن دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ارتعوا يعني افرحوا، اذكروا، امرحوا، انسى الهم ووجع الدماغ والقلق والناس اللي بتموت بعضها بره دي. لأن قائلهم كان يقول والله إن لنا مع الله حال لو علموه عنا ملوك الأرض لقاتلونا عليه بالسيوف. ايه الحال ده؟ ايه الحال ده؟ حال اننا بين ايديه، حال ان الله سمح لي اناجيه، اتوسل اليه، اتدلل اليه، اتبتل اليه، اتذلل اليه. سمح للساني ان يذكره، سمح لوجداني ان يحبه، سمح لاركاني ان تطيعه، سمح لي في شبر اجلس فيه فاذكره فيذكرني فيصفو لي الحال والوقت والزمان. يصفو لي الحال. سمح لك تذكر. مين زيك النهارده سمح لك تقعد في جلسة من مجالس جنته؟ مين زيك النهارده؟ وإلا لو تركك لنفسك ما أتيت. والله لو ترك الله كل واحد فينا لنفسه طرفة عين ما استطاع أن يفد إلى هنا أبدا، لكنها كرائم فضل. فالأنبياء يا عباد الله قالوا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. المهم أنه ساب نعمتك دي مقفولة وأطلق لك لكل واحد فينا يحط الدرجة اللي هو فيها. ربي أوزعني أن أشكر إيه؟ عرفتوا أوزعني يعني إيه؟ وفقني، أهلني، أعني، ساعدني. أعمل إيه؟ أشكر. الله. أشكر إيه؟ طب أنا عايز أعرف هو إيه النعمة اللي إحنا فيها دي؟ إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في روضة من رياض الجنة، الله قطعها لنا من ساعات الجنة حتى نعيش الجنة هنا في الدنيا اللي الناس بتموت بعض فيها دي.
ما بعدت المجتمعات عن الحياء وتحول الحرام إلى حضارة إلا بعد أن انفلتنا جميعا عن التعلق برسول الله وأهل بيته. علموهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لما تكون رحمة الله وبركاته في حتة نروح إحنا في حتة تانية. لما يكون ربنا بيقول رحمة الله وبركاته ولا قال رحمة الله وبركاته، بركاته المجملة ورحمته المفصلة اللي نزلت، لأنه ما قالش رحمات الله لأن احنا اتفقنا أنها رحمة واحدة. الرحمة دي موجودة فين يا ابني؟ عليكم أهل البيت. يبقى الذاهبون إلى آل بيت رسول الله غرقى في تلك الرحمة، متلذذين بأنس هذه البركات. والذاهبون عن أهل البيت لا يلوموننا إن ضاقت بهم الدنيا، لا تلومون إن ضاقت بكم الدنيا، فرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كيف نرقق قلب النبي ونحنن قلب سيدنا النبي على هذه الأمة. سوروا آل بيت النبي ولا تسمعوا لأراجيف الذين يصدون عن هذه المودة التي نزل تحقيقها في قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. تعرف بالليل لما كل واحد ياخد حبيبه وينام، قم لحبيبك حتى تتورم الأقدام وصلي على سيدنا النبي، تكتر من الصلاة على النبي، وهات عيالك وقول لهم تعالوا يا أولاد نصلي على النبي، وعرفهم ان ده باب الفرج عشان لما يكبر ويصطدم بالدنيا وأمواج الحياة الصعبة يعرف أن له مفتاحا أولاه إياه والده أو شيخه اسمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. فهمنا حاجة؟ ليه الناس بتموت بعضها؟ ما عرفوش النبي، ما حبوش النبي، ما راحوش زاروا أهل بيت النبي، ما حدش علمهم النبي صبر ازاي وتحمل، ما عرفوش ازاي النبي عفا وصبر وغفر. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرئ منكم أصابته مصيبة فليتعزى في مصيبته بي. ما فيش فلوس، كان رابط على بطنه الحجر، وهو صلى الله عليه وسلم عروس السماء، وهو صلى الله عليه وسلم عروس القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم خلقت الجنة من أجله. منزل الآيات، عرش عروش التجليات، موطن البركات، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد آبى. ومع ذلك لو كانت الدنيا اللي مزعلك دي تسوى عند ربنا حاجة ما كانش منعه إياها. كان فقره اختياريا. اللي مزعلك الفقر، تعذب فقرك بالنبي. ايه اللي مزعلك؟ واحد جارك شتمك ضربك أذاك، يا راجل اتق الله. ده سيدنا النبي بلد قرية بحالها أخرجوا صبيانهم وساداتهم وكبراءهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة، فما كان من لطف حنانه إلا قال رب اغفر لقومي فإنهم. يا راجل أنا عايزك تفكر في الكلمة دي كويس. ده أولاد أبو لهب سيدنا النبي قال لقد استوهبت ربي ابني عمي فوهبهما لي. علموا أولادكم كيف يأكل النبي، علموا أولادكم كيف كان يرحم النبي، علموا أولادكم كيف كان يعفو النبي، علموا أولادكم كيف كان يقتصد النبي، علموا أولادكم كيف كانت دموع النبي، كيف كان يربط الحجر على بطنه رضا بقسمة الله. علموا أولادكم كيف جاءت الدنيا كلها تحت قدميه ويقول له جبريل يا رسول الله لو شئت جعلت بطحاءها لك فضة وذهبا، قال لا، أحب أن أجوع يوما فأتضرع فيه إلى الله، وأحب أن أشبع يوما فأشكر فيه الله. علموا أولادكم كيف كان يأكل ويقول أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. علموا أولادكم كيف كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم
ذلك الذي كان يقوم بيته ويعاون أهله ويعيش في خدمتهم كما يفعل الرجال. علموا أولادكم كيف وهو الذي كان بقوة 40 فارس من رجال الله، ذلك الذي كان يعفو عند المقدرة. علموا أولادكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذكري ضنك. هو ده اللي احنا عايشينه دلوقتي. إذا ما ندورش، احنا مش محتاجين حد يحللنا نفسيا ولا يكتب لنا روجيتا. ده ربنا سبحانه وتعالى قال العلة والدواء في آية واحدة: ومن أعرض عن ذكري. ده في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. لما سيحشر يوم القيامة الأعمى؟ لأنه عاش الدنيا أعمى، تعامى عن وجود الله وتغافل عن قيومية الله على خلق الله، ونسي الإنسان الغافل الغفول الذي لا ذكر له أن المملكة لها رب يدبرها، وأن هذه الأرض وهذا الكوكب غريق رحمة من رحمات الله اسمها محمد. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ده أنا كنت بشوف. قال عشت الدنيا كلها ما شفتناش. شفت الشمس ولم ترى من نورها، رأيت الكواكب ولم ترى من كوكبها، رأيت الأحداث ولم ترى من أحدثها، رأيت الخلق ولم ترى الخالق، رأيت التجلي ولم ترى المتجلي. عودوا يا عباد الله إلى تلك الآيات وافهموا ما فيها من أسرار بينات. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زي ما عشت الدنيا ما انت مغمض عينيك عننا، عطيناك، اتشغلت بالعطا عنا، منعناك، مليت الأرض دموع في طلب غيرنا. متى تتفرغ لنا؟ إن عطينا لك تهت. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر يقعد بقى تبان عليه بقى رايح فين وجاي منين، اكتئاب. وإذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن في ملكه، فلا تأكل من خيره. قال له لا أنا. طب إزاي؟ أي مكان هيشوفني فيه، أي مكان هو ملكه، أي ما حاجة هاخدها خيره. قال له يا رجل لا تعزبوا عن بصره ولا تخرجوا من ملكه وتأكلوا من رزقه كيف تعصاه. الأدب يقتضي أن تعلم يا ولدي أنك ضيف الملك في هذه الدار، فتتأدب لأنه على حرمته وحرمه يغار. بينك وبين الله مودة أزلية، بينك وبين الله مودة قديمة مش من النهاردة. اسمع معايا كده قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. ادي ما فعله آدم اللي هو انت. عملت ايه حضرتك؟ ما تقول يا ابني عصى بس، يا ريته عصى كانت تبقى سهلة. ده غوى. وعصى آدم ربه فغوى. طب ما يعمل ايه مع ربنا يعني؟ يقول اطلع برا. ثم اجتباه. الله إذا كان هذا حنانه بأهل عصيانه فكيف بأهل طاعته؟ عصى اجتباه. طب ليس وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أنا عايزك تطلع النهاردة تقول للناس اللي بتموت نفسها دي: اقروا الكلام ده ووزنوه بقلوب. أدي ما منك إلينا وهذا ما منا إليك. ما أجلى حنانك على خلقك، لا سيما أهل عصيانك. إذا ربنا اجتبى وهذا أهل طاعته ده أمر طبيعي، إنما تتجلى وتنجلي الكرامة مع أهل الانحراف عن الاستقامة. يتكرم الكريم دائما على من خالفه.
إنما إذا تكرم على من أطاعه فدمه طبيعي. عصى وغوى، اجتباه وتاب عليه وهذا، يعني ديك في المعصية 2، احنا في التجلي 3. وعصى آدم ربه، يوم ربنا يلاطف القول يقول ثم اجتباه ربه. عصى ربه اجتباه ربه. شفتوا اللي بيسموه ايه ده؟ نغم حب. لا تصاحب إلا من هو بعيبك عليم، وليس إلا مولاك الكريم. ما حدش يا ابني يصلح نحبه ونصاحبه ونتعلق به إلا ربنا. مين واخدنا على عيبنا يا أولاد؟ إلا مولاك الكريم. من عارف إنك أنت غلطان ومنيل وعامل ومسوي ومكسر الدنيا؟ ربنا. وقابلك على كده شوف الحنان كمان يقول لك إيه؟ إن الله يبسط يده بالليل. عشان إيه؟ عشان اللي تصدقوا؟ لا، عشان اللي ختموا القرآن؟ أبدا. أمال عشان إيه؟ ليتوب مسيء النهار. نهرابي يا عم، ده ناس عاملين مشاكل معانا، قال واحنا مستنينهم يجوا. قال ويبسط، طب ما جاش بالنهار، قال يمكن يجي بالليل. ويبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ليه؟ لا. ويا رب تفضل الحكايه دي لحد امتى؟ قال حتى تطلع الشمس من مغربها. ضريرا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله ان يرد علي ايه؟ بصري. واحد كفيف عايز ربنا يشفي. طب ما يدعي هو الاول بقى، ما تدعي انت. وده مش صحابي؟ ان الله لا يحتاج واسطه ليصل مدده اليك، ده حقيقي مش محتاج واسطه، لكن انت تحتاج بما فعلت وما اقترفت اياديك ألف واسطه ليتعطف به عليك. قال له ان شئت صبرت ولك الجنه، لان لو ربنا اخذ حبيبتي الانسان وصبر ليس لها جزاء الا الجنه. ربنا ينور بصائرنا جميعا، يكفينا شر البلاء ويجعلنا من اهل الايه؟ المنن، ولا يجعلنا من اهل المحن. وبعدين يا سيدي والاحتماليه الثانيه مش قادر. قال لا مش قادر. قال له طب روح يلا اتوضى صلي ركعتين ثم قل وانتبه معايا ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ده النص الأول توسل. بفم الشريف علم صحابيا أن يتوسل به إلى الله وأن يستجير به عند الله. وفين ده الموطن؟ في قدام عين النبي. لو كان هذا لا يجوز يا عباد الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه. قال له قول يا محمد. قال له ايه؟ قول ايه؟ يا محمد. طب يا محمد ايه؟ قال له اني اتوسل بك الى الله في ان يرد الله علي بصري، فرد الله عليه بصره. الشاهد لو كان هذا التوسل والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أمرا فيه شبهة ما علمه النبي لأحد. ولو كان هذا يجوز في حياته ولا يجوز بعد انتقاله لصدر النبي الأمر موقوفا على الحياة. وغاية ما يثبت ذلك أن الله رد عليه بصره في ساعتها. إذن هذه معضلة في الإجابة. يعني إيه؟ مدعاة للإجابة. يعني معناه النبي والحديث ده بيعلمونا إيه؟ أن الدعاء بالتوسل أرجى إلى الإجابة من الدعاء الذي لا توسل فيه. لا توسل. والتوسل مع الاستغاثة أندى رجاء في الإجابة. وهل هذا حدث عملوه الصحابة؟ لا، ده النبي علموه له النبي. يقول عن سيدنا علي بيجيز التوسل إزاي؟ يقول بعمي سقى الله الحجاز وأهله. ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا علي بن أبي طالب. بيقول بعمي. سيدنا الشيخ جودة كليت عليه يقول ما قالش بدعائه، قال لا بعمي بذاته بلحمه وعظمه. بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر توسل بالعباس في الجدب راغبا فما زال إلا أن جاء بالديمة المطر. يوم القيامة بقى
بيقول لك في الحديث بتاع الشفاعة ده فيذهب الناس إلى آدم. طب ما يروحوا الرب؟ قال لا، يذهبوا لآدم، يروحوا لآدم. يا آدم، نعم، اشفع لنا عند الله. استغاثة دي ولا مش استغاثة؟ بقى حد يوم القيامة وجلال المشهد طالع ينادي على مخلوق في حضرة الخالق، يقول سيدنا آدم إيه؟ أنا لست لها. اذهبوا إلى نوح، بيعلمهم الاستغاثة بغيره، بس هو بيقول أنا ما ينفعش. اذهبوا لمين؟ روحوا لنوح. لو كانت الاستغاثة بغيره غير جائزة ما كانش هنروحوا لحد. حديث الشفاعة بيعلمنا التوسل. اذهبوا إلى نوح، هيروحوا لنوح. يا نوح، لست لها، ويذكر ذنبه. اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم اذهبوا إلى ويذكر ذنبه. لست لها، اذهبوا إلى موسى، وموسى لست لها، اذهبوا إلى إيه؟ إلى عيسى. عيسى يقول أنا لست لها ولا يذكر ذنبا، كده في صحيح البخاري. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيب من رجاه ولا يضيع من أتاه، وهو رافع لواه والكل بين البرايا تاه. قد ارتفعت براقع الجلال عن وجه الجمال والكل خائف مذعورا وهو يقول أنا لها. حد يقدر يقول للنبي ساعتها ما تشفعليش؟ سيحرم من هذا من كذب بها. كل يوم القيامة واقف. انتباه،